مش هتحتاجي تشتري كريمات الغاليه اللي ب 500 و600 والمجموعات اللي بتبقى ب 1000 ونص و2000 جنيه والكلام ده خالص، مفيش الكلام ده. انا جايه النهارده اعمل معاكم سيرم والله العظيم فظيع. والله انا وشي ده يعني مثلا ايه، لو بيتكلم هيقول لي انا شبعت من السيرم ده يا اميره. خلاص سيرم كده حاجه نضاره وشد، مفيش تجاعيد بمعنى الكلمه، اقسم بالله مفيش تجاعيد. عارفين اللي هو تحس وشك كده على طول عامل كده، على طول مشدود. عايزه اقول لكم السيرم ده يا بنات انا مجرباه داخله مثلا في سنه ونص، بفصل بس كده كل شهر كده، بفصل اسبوعين 3، بس انا ماشيه عليه على طول. ودايما تسالوني عليه، دايما تسالوني اميره انت بتستعملي ايه لبشرتك؟ بقول لكم بستعمل سيرم انا بعمله في البيت، غير ان انا بشتري مثلا سيرم فيتامين سي. السيرم التاني ده اللي انا بعمله في البيت ده اساسي، بحطه دايما قبل ما انام، بحطه الصبح لما بصحى من النوم، مفيش فيه اي مشكله. كل المكونات اللي فيه طبيعيه 100%، مش هتجيبي حاجه صناعي خالص، اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، انا جبت من عند العطار ب5 جنيه لبان دكر. جبت من عند العطار ايه؟ ب5 جنيه لبان دكر. وبعدين جبت برطمان عادي عندي، ده برطمان المفروض صلصه، برطمان صلصه عادي، بس طبعا غسلاه ومنضفاه وعقمته ازاي؟ بميه سخنه كده، وسبته لما نشف خالص. وجبت لبان الدكر اللي انا جايباه من العطار ده، خدت منه معلقتين كبار، بصوا في القعر اهو شايفين، خدت منه معلقتين كبار، هوريكم بالمعلقه برضو. حاجه كده يعني اوريجينال شد بقى بشره. بصوا اهو اللبان بقى دايب ازاي، هقول لكم بقى دوبته ازاي عشان ياخد الفايده دي وعشان ما اخسرهاش. في ناس بيحطوا له ميه مغليه، الميه المغليه هتدمرهولك وتدمر لك فوائده. انا عايزه الفوائد بتاعته كلها تستفيدي بيها، عايزه كل الفوائد اللي فيه تستفيدي بيها. حطيت هنا اللبان الدكر وجبت ميه دافيه مش مغليه. عملت ايه بقى؟ جبت معلقتين جبت بقى الميه دي ونقعته قد ايه؟ نقعته يوم كامل. يعني انا مثلا جيت دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 10 بالظبط اهي، حطيت المعلقتين لبان الدكر وجبت ميه دافيه. يعني لو نزلتيها على ايدك كده ايدك تستحملها. وجبت البرطمان بتاعي ده برطمان صلصه عادي، بس غسلاه ومنضفاه وشايلاه. بشيل الحاجات دي، بحب اشيلها قوي للوصفات والخلطات اللي انا بعملها. في الميه وقفلته كده كويس قوي، وسبته على الرخامه كده بقى لجوه مع نفسه كده، وغطيته بفوطه، اي فوطه عندك في المطبخ تغطيه بيها، وتسيبيه لتاني يوم الساعه 10 بالليل زي دلوقتي. يعني انا بدأت عملته الساعه 10 دلوقتي، بكره زي دلوقتي هاجي بقى واشوفه، هتلاقيه بقى عامل زي اللبن كده، لون اللبن. شايفين اللون ده؟ لون اللبن. يعني بصوا برجه كده وباخد الفايده اللي فيه عشان اعمل السيرم. هنعمل السيرم ازاي اللي هيقعد معانا وهيخلي بشرتنا مشدوده وفيها نضاره وبيفتح جدا جدا جدا؟ دي ازازه بتاعت دواء مثلا بتاع ابني، انا طبعا شاطبه على اسم الدواء. بتجيبيها كده لازم تكون غامقه، لازم الازازه دي تكون غامقه وبقطاره، لان احنا قلنا ده سيرم. بصي الازازه دي كبيره لان انا بعمل منه كميه كبيره قوي لنفسي، بستخدمه على طول عشان التجاعيد ما يطلعليش تجاعيد، الخطوط التعبيريه، التفتيح. بصوا بقى تاني مكون معايا جل الصبار ده بتجيبيه من الصيدليه او بتجيبيه من اي مكان مضمون، او بتجيبي جل صبار من عند مثلا اي مشتل. عارفين اللي هو الصبار الورق ده، وتطلعي منه الصبار وتحاولي تضربيه في الخلاط عشان يبقى لين معاكي. عندك جل صبار تمام. ليه جل الصبار يا اميره مع البان الدكر؟ ليه جل الصبار مع البان الدكر؟ هقولك ليه جل الصبار مع اللبان الدكر. لبان الدكر لشد التجاعيد وللنضاره وللتفتيح، ويخلي بشرتك تحس ان سنك صغير.
جل الصبار مضاد للاكسده، ما يخليش بشرتك تاكسد. معظمنا بنغسل وشنا بيبقى وشنا بيلمع كده وتحسوا ان الدنيا منوره ووشك ده يعني ايه ده، انا ابيضيت كده امتى وايه الحلاوه دي؟ بعد نص ساعه تلاقي وشك ده غمق واسمر وتبقي مش طايقه تبصي لنفسك في المرايه. صح؟ معظمنا وشه بيأكسد. مضاد للاكسده، مضاد للالتهابات، عندك حبوب في وشك، عندك التهابات، هيعالج ده كله. مع ان انت بتعملي السيرم ده، احنا هنعمله مع بعض، هيبقى سيرم، الاتنين مع بعض هيبقوا سيرم. انا قلباه ليه؟ عشان افتحه واعرف اخد منه بسرعه، ما اقعدش ادوس على. وكمان بيقلل من المسام، عندك هنا مسام واسعه كده بيبتدي ان هو يضيق لك المسام دي. هفتح اهو، تمام. وهاخد بقى ايه؟ مثلا هاخد 10 معالق من لبان الذكر، يبقى هاخد كام من جل الصبار؟ هاخد 5 عشان نعمل القوام زي السيرم. تقلبيه كويس قوي لحد ما يدوب. لو ايديكي وجعتك هتعملي ايه؟ هتحطيه في الخلاط. لو ايديكي وجعتك هتحطيه في الخلاط، لان بصوا هجيب المعلقه احسن اوريكم بيها. بصوا انا بصراحه بضربه في الخلاط. بصوا جل الصبار مع لبان الذكر، ببتدي ان انا بقى اقعد كده، بصوا ادوس بالمعلقه. انا بوريكم ازاي للي ايه يعني لو حد مش عنده خلاط، بس ده نادرا يعني. وابتدي ان انا اقلب كويس قوي قوي قوي، ادوبه كويس جدا على قد ما اقدر. هاخد كده عشان مش هعرف اطلع بالطبق، هسحب كده، اسحبي بالراحه، تمام اهو. وابتدي ان انا احط على بشرتي وادعك، بس لازم تضربيه في الخلاط كويس قوي. لما تضربيه في الخلاط هيبقى كمان اتقل. بصي بقى، تبتدي ان انت بقى ايه، لما بيتضرب في الخلاط بيبقى اتقل من كده كمان. تبتدي ان انت تدهنيه كده على بشرتك. هوريكم ازاي احطه. بس اهم حاجه لو حسيتوا ان اللبان مكلكع معاكم ابقوا صفوه، ماشي. ريحه بقى ايه لبان الذكر فظيعه، بتدي بقى للوش لمعه ولمعان حلو جدا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا يا بنات، بيبتدي يشد معاكي التجاعيد. الخطوط التعبيريه بيقللها جدا. بموت فيك يا مريم. الخطوط التعبيريه بيقللها جدا، الخط اللي في النص ده بيقلله جدا. حلو قوي يا بنات، حلو قوي 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 والله العظيم. بستخدمه مرتين، مره قبل ما انام ومره اول ما بصحى. مره قبل ما انام بغسل وشي كويس قوي والله العظيم. بصوا الفرق، بصوا وشي بقى لون ايديا. انا وشي ما بيبقاش لون ايديا يعني، ده صعب. ايديا دايما افتح، ايديا دايما افتح من بشرتي، معرفش ليه. عشان تبقوا ايه تعملوا صح. هعمل كده، ابتدي اعمل كده، ابتدي اعمل كده. ليه بقى؟ لان الصباعين دول الاعصاب فيهم ضعيفه جدا. طالما الاعصاب ضعيفه جدا يبقى احنا مش هنتعب المنطقه بتاعه تحت العين، وبالتالي هنفيدها ومش هنضغط عليها ولا هنضغط على الاوعيه الدمويه اللي فيها. ما تعمليش بدول، ما تعمليش بدول، تعملي بدول، تمام. لو نسيتي معلش دي تعملي كده. بصوا بقى، بصوا بقى قمه القمر. عايزاكي بقى تستخدمي السيرم ده كل يوم قبل ما تنامي، تحطيه وتنامي. تقومي من النوم تغسلي وشك عشان بشرتنا بيتكون عليها زيوت، بيتكون عليها حاجات كتير. باي باي.